اهلا وسهلا بكم متابعي ومحبي ومشاهدي قناه ابسط فكره. النهارده زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات ان احنا هنعمل فيديو صغير وبسيط وسريع عن مشكله الواير او الكابل بتاع المكنسه. لو بصينا هنلاقي المشكله بتاعت ده ان احنا بنشد الكابل بيطلع معانا عادي خالص، مفيش اي شمبر بيسحبه لجوه تاني، مفيش اي حاجه بترجعه لجوه تاني. تمام زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي ضغط في البكره اللي جوه، مفيش اي سحب للكابل اللي جوه. هنعمل فيديو بسيط خالص وهيبقى اي حد فيكم سهل انه يعمله بنفسه من غير ما يستدعي انك تودي المكنسه لحد فني عشان يعمل لك الموضوع. الموضوع ده ناس كتير سالتنا عليه، النهارده ان شاء الله هنعمله، مش هنكمل حاجه فيه مع بعض. هنفك الاول المكنسه بتاعتنا. دلوقتي بعد ما فكينا هنطلع البكره اللي راكب عليها الكابل او الواير بتاع المكنسه. طيب احنا عايزين نبقى فاهمين ومستوعبين يعني ايه بكره زي دي بتلم السلك بتخليه يدخل تاني جوه المكنسه. بصوا يا شباب، في هنا لو الكاميرا تقرب معانا في شمبر اهو، الشمبر ده زي سوسته كبيره ملفوفه مضغوطه جوه البكره دي نفسها. الفكره في ايه؟ ان الزور اللي جوه ده بيبقى ثابت في المكنسه والبكره دي هي اللي متحركه بره. يعني احنا لو بصينا كده، احنا لو لمينا الكابل كده زي ما احنا ومسكنا الزور اللي من الداخل، مسكنا الزور اللي من الداخل، انا هلم كده، انتوا واخدين بالكم معايا؟ انا بحاول ايه؟ بشد الشمبر زياده، الشمبر اللي كان فالت من جوه او سايب من جوه انا بلمه زياده، وانا ماسك دي وانا حاكم الزور اللي من جوه. لو انا سبت ايدي هترجع تاني. ادي الفكره في كده، واخدين بالنا؟ تاني انا كل ما بشد ده كده بدي امكانيه للكابل ان هو يتسحب تاني جوه المكنسه، يتسحب تاني جوه المكنسه. تمام؟ فكده بكل بساطه احنا فكينا. هوريكم دلوقتي الخطوات البسيطه اللي احنا هنشد بيها الكابل هنشد بيها الشمبر اللي مسؤول عن سحب الكابل، وهنركبه تاني مكانه وهيرجع زي الاول واحسن ان شاء الله. شوف، نجيب مفك عادي خالص وندخله في الزور بتاع السرة دي نفسها، وهنيجي نشد ده بالمقدار اللي احنا محتاجينه، يعني نخليه يبقى مرن في ايدينا عشان لسه الكابل طبعا طويل، فالبكرة بتلف لفات اكتر من كده. انا لفيت 3 لفات وهبتدي اسيب اشوف القوة بتاعت السحبة تبقى ايه. ده لو كده ممتاز، كده ممتاز. طيب عايزين نحافظ على ال3 لفات بتوعنا دول ونركب الكابل في مكانه في الجزء الخاص بيه في المكنسه نفسها. اهم حاجه نفضل ماسكين الزور اللي من جوه ده عشان الزور اللي من جوه ده ما يتفكش. طيب هنبص كده على الترتيب بتاعنا، هنطلع الفيشه دي من الجزء بتاعها اللي هنا العادي، طلعنا الفيشه من هنا كده. الزور ده هنا لو الكاميرا تقرب، الزور ده فيه تربيعه معينه هنا، التربيعه دي ليها مكان في الجسم بتاع المكنسه نفسه من هنا،
عشان تضمن ان الزور ده ما يتحركش. انا هركبها كده وهوريكم بص انا قاعد دي كده شويه كده، شايفين معايا؟ ادي الزور اللي دي لازم تبات فيه هنا بالمنظر ده عشان تضمن ان الزور اللي جوه البلاستيك ما بيتحركش من مكانه. هنريح دي تريحه بسيطه خالص كده، وهنيجي في دي برضو نفس الكلام الناحيه التانيه، نتاكد انها بايته مكانها. كده احنا شفنا مع بعض التربيعة دي ارتاحت في المكان بتاعها الخاص بيها هنا، والتربيعة التانية ارتاحت في المكان الخاص بيها هنا، الناحية دي وادي الناحية دي. طب عايزين نجرب نشوف الكابل كده السحب بتاعه كويس ولا لا. الكاميرا تقرب علينا سنة برضو، انا بشد كده كده تمام تمام. انا مش راضي اشده ازيد من كده عشان الكابل ده انا شايف ان هو لسه بالطول بتاعه ما تقصش منه او يتغير، فهيبقى في مسافه طويله لما يطلع لبره. يعني لو عملنا كده كده احنا طلعنا الكابل يعني 3/4 بس، هيلم للاخر زي الفل تمام. كده احنا شايفين ان هو محتاج يتشد سنه صغيره عشان الحته دي. طيب نفس الفكره زي ما احنا عملنا، وهنروح مزودين لفه واحده. هنمسك دي كده بالمفك بتاعنا زي ما هو، وهنروح مزودين لفه واحده لده. ونرجع نريح الجزء الخاص بيه مكانه هنا ومكان في الناحيه الثانيه. المفروض كده احنا شدينا لفه ازيد، نجرب اللفه الازيد نشوف عملت ايه معانا. كده افضل كده افضل، نجرب نشد اكتر نشد اكتر، وبرضه نجرب نشوف تاني مع بعض. كده تمام زي الفل. دي كانت الفكره البسيطه ان ازاي تشد الشمبر او السوسته اللي مسؤوله عن رجوع الواير بتاع المكنسه تاني. هنرجع بقى نركب بسرعه تاني زي ما فكينا، وان شاء الله ان شاء الله اخر الفيديو اقول لكم على التكايه البسيطه الخاصه بجزء هنا اللي هو الشرشره دي او اللي بيسموه الفرمله. فيها حته فنيه حلوه جدا اقولها لكم في نهايه الفيديو.
دلوقتي بعد ما قفلنا نتاكد ان الاسلاك كل سلك بايت في المنيم بتاعه الخاص بيه. ده بايت هنا، ده بايت هنا، بايت هنا، كل حته لها مجرى بيرتاح فيها السلك بنفسه عشان ما يحصلش اي شورت ولا اي ذبذبه في الاسلاك نفسها. نرجع كده، بايت هنا، بايت هنا، كل حاجه ليها مكانها. تمام. دول داخلين في الفتحه بتاعتهم عشان ما يتقطعوش او السلك يحصل فيه تطبيق واحنا بنقفل. نتاكد برضو ان الجلد بتاع الموتور راكب صح بالشكل المظبوط بتاعه، قافل كويس في كل حته. نتاكد ان العلبه نفسها قافله تمام. طيب اول الفيديو انا قلت لكم اقول لكم على حاجه في اخر الفيديو على خاصه بالفرمله بتاعه السلك. الفرمله دي شغلتها المفروض ان السلك كده مش هيطلع زي ما احنا شايفين. لما انا بضغط على الفرمله دي بسيب الفرمله السلك بيلم تاني. معلش الكاميرا توضح لنا. ادي السلك كده انا شده، لما بضغط على الفرمله كده الفرمله بتسيب السلك تخليه يدخل لجوه مكانه تاني. طيب هنا الفرمله دي ليها نظام مختلف شويه. بص انا بخلعها كده بالراحه خالص ونكون حريصين جدا واحنا بنشتغل في الاجزاء البلاستيك. بالراحه خالص كده عشان مفيش حاجه تتكسر مننا. كده احنا طلعنا الفرمله دي. العجله دي هي اللي بتمسك في البكره اللي من جوه اللي ماسكه الكابل اللي بيلفها. يبقى العجله دي وظيفتها لما بتقف كده بتخلي دي تقف ما تتحركش. طيب هنا مفيش سوسته ولا اي حاجه. المكانس العاديه الباناسونيك والكلام ده بيبقى فيها سوسته صغيره هي اللي بتضغط على الفرمله دي. هنا دي فيها فكره غريبه خالص. دي بمثابه سوسته، دي بتعمل قرصه للفرمله عشان تخليها تمسك. فاحنا كل اللي هنعمله هنيجي بايدينا بالراحه خالص ونكون حريصين جدا عشان الجزء ده ضعيف، وهنروح قارصين قرصه لتحت على الجزء البلاستيك ده. تاني دي شغلتها انها بتبقى محمله على الجسم عشان تضغط على الفرمله تعمل السوسته بتاعت فوق وتحت. احنا عايزين نشد دي شويه، هنيجي بايدينا كده ونضغط ضغطه بسيطه خالص لتحت، ضغطه بسيطه خالص ما نزودش. لو زودت عليها تروح مقطومه بكل سهوله يعني. العجله دي بتبات في المنيم بتاعها اللي هنا. هنريح دي مكانها كده تنزل مرتاحه اهم حاجه. ودول فيهم دوسرتين بيركبوا في المكان الخاص بتاعهم. بنسمع التكه الجميله اللي احنا بنحبها كلنا. كده كل البوش راح بتاع الفرمله هنلاقي الفرمله ماسكه زي الفل كده. بصوا يا شباب. تمام. تاني الفرمله ماسكه السلك كده كده تمام. بكده نكون شدينا الشامبر بتاع الخاص بالكابل بتاع المكنسه وخلينا المكنسه الواير يدخل بشكل منتظم زي الفل. مش محتاجين منه اي حاجه تاني. هنقفل بسرعه المكنسه زي ما فكيناها مع بعض، مش هتاخد دقايق ويبقى الفيديو زي ما وعدتكم ان ده ما بيستغرقش اي دقايق واي حد فينا سهل ان هو يعمله بنفسه. اهم حاجه نتاكد ان الاجزاء البلاستيك مرتاحه مكانها، مفيش حاجه مش راكبه كويس، مفيش حاجه مش راكبه في مكان مش صح. هنقفل ده وهنسرع الفيديو وتتفرجوا عليه مع بعض. كده قفلنا وخلصنا. هنجرب الفرمله بتاعتنا. ادي الكابل طالع زي الفل. تمام. كابل طالع تمام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون الدنيا ماشيه تمام معانا. شكرا. وزي ما بنقول في نهايه كل فيديو، لو الفيديو ده بسيط بالنسبه لك او افكار بسيطه بالنسبه لك ما تزعلش مننا. ممكن ده يكون مهم لحد تاني. في اي حد عايز ياخد فكره معينه عن المكنسه بتشتغل ازاي، ايه اللي بيخلي الكابل ده يرجع مكانه، ايه اللي بيخلي الكابل ده يعلق ما يرجعش مكانه. اتمنى ان الفيديو يعجبه ويدعمنا ويعمل لايك على الفيديو، واللي مش مشترك معانا في القناه يشرفنا بالاشتراك. ولو في اي حد ليه اي طلب معين خاص بالاجهزه المنزليه اتمنى يكتبه في التعليق وانا ربنا يقدرنا وان شاء الله نلبي طلباتكم كلها. شكرا جزيلا واسف للاطاله لو طلت عليكم الفيديو. شكرا. نشوفكم الفيديو الجاي.